السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضراتنا يوم الخميس على أكاديمية اقرأ للنساء فقط. النهاردة هقدم لكم حاجة حسيت إنها لمسانا. أنا معاكم في القصة دي، لمسانا كلنا، وهي الاستعداد للدراسة، وخاصة لو في مصر مثلا. معرفش الدول العربية، أعتقد لو ترمين أو ثلاثة أو يعني بدأوا عندهم ولا لأ. فالقصة عندنا إن إحنا هنا في مصر هيبدأ ترم جديد، وحبيت ان انا كأم طبعا في الاول خالص وقبل كل حاجه ان انا اشارككم ممكن بعمل ايه قبل ما تبدا الدراسه، والحاجات اللي ممكن فعلا تساعدنا بطريقه علميه وعمليه وعلم نفسيه مثبته علشان نقدر نعامل اولادنا ازاي، او ازاي نستعد احنا نفسيا كامهات، وازاي كمان نعد اولادنا قبل بدايه الدراسه. هو فاضل اهو يومين، ده طبعا بالنسبه لمصر يعني. فيومين اهم فاضلين علشان خاطر نبدا نستعد للدراسه، او عامه لما نيجي نبدا، لو احنا حتى كل اسبوع حسينا ان في اسبوع الدنيا فيه كانت صعبه، في مشاكل، في شد شعور كتير، في زعيق كتير، فعايزين نتفادى ده. فاعتبروها هي تبس المده يعني لطول السنه ولاي وقت هيكون هيبدا فيه دراسه، او ان انت عايزه تبداي تجددي النيه كده وتبداي من الاول بطريقه كويسه مفيده ليكي ولولادك، ولا تاذي ولادك نفسيا ولا تاذي نفسك انت كمان نفسيا وجسمانيا. لو اول مره تحضري معايا اعرفك بنفسي، انا اسمي شريهان حسن، بشتغل كاستشاري تحفيز ومعلم تربيه ايجابيه للوالدين ومعلم تربيه ايجابيه للطفوله المبكره، عضو الجمعيه الامريكيه للتربيه الايجابيه وعضو المؤسسه العربيه للتربيه الايجابيه، معلم منصوري، كوتش معتمد بعلاقات وانظمه من الاتحاد الدولي للكوتشنج، وكوتش بالانياجرام وعلم النفس الايجابي. نتكلم بقى على شد الشعور، وازاي استعد ان انا لو انا مثلا متعوده على العصبيه او في مشاكل معينه بتجيلي بالذات وقت المذاكره ووقت الدراسه، اعمل ايه عشان اتفادى ده. اول حاجه مبدئيا، لو احنا لسه هنتكلم على حته ان انا هبدا دراسه او الترم الثاني او عايزه ابدا صفحه جديده من الاول، اول حاجه لازم تعمليها التربيه والمعامله في البيت وبيئه البيت وهدوء البيت يبدا اولا واخيرا من عند الام، من عندك انت. لو انت متعصبه، متضايقه، متنرفزه، زعلانه، غضبانه، يأسانه، محبطه، كل ده لازم بينعكس على بيئه البيت، شئتي ام ابيتي. لازم ده بينعكس على الولاد وبينعكس على زوجك، بينعكس على جو البيت عامه. فبالتالي الموضوع بيبدا وبينتهي بيك. دايما 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 بيجيلي في الاستشارات او في الدورات بتاعتي، بيجيلي حد يقول لي ما هم اللي بيعصبوني، هم بيتحركوا بالراحه جدا، ويجي وقت الباص لما يجي يبداوا ان هم يتاخروا قوي، او تحلى ان احنا نغير التسريحه، او التوكه دي مش عجباني، او البنطلون ده عايز البس البنطلون التاني، او السكيرت دي مضايقاني فعايزه البس الجيب التانيه او البس الشراب التاني. بنات طبعا. فبتيجي مثلا في مشاكل متكرره معروفه بتتكرر كتير. وطبعا شاركوني على الشات او بالصوت لو المشاكل دي عندكم بتواجهوها ولا في نوع تاني. فاول مشكله اللي هي الوقت لما يكون عدم، او هسميها باسم عام، عدم الاحساس بالوقت. عندنا تمرين مش حاسين ان الوقت بيعدي ويفضلوا يضيعوا في الوقت مثلا، او بيلبسوا بالراحه جدا. وقت الهوم ورك يقعدوا مثلا مش فاهمين ده بياخد وقت قد ايه، الحاجه اللي بتاخد ربع ساعه تاخد ساعه مثلا. وقت الباص لا، مش فاهمين ان الباص ده واقف مثلا بقاله 5 دقائق او 10 دقائق تحت. اللي هي نسميها عنوان عام كده، اللي هي اضاعه الوقت او عدم الاحساس بضياع الوقت، او عدم الاحساس بالوقت نفسه. هل في عندكم مشكله دي، ولا الوقت فيه مشكله تانية بالنسبه لكم؟ يا ريت تشاركوني على الشات، واللي حابب يشاركني صوتي يتفضل. هل المشكله بتقابلك ولا لا، ولا في ليها صوره تانية كمان منها ضياع الوقت؟ يا ريت تشاركوني، او اللي حابب يشاركني صوت. تمام. مم. ايه ده، ولا واحده عندها مشكله ضياع الوقت وان الولاد مش واخدين بالهم من الوقت اللي بيضيع؟ قولوا والله كده، ده انا اقفل شنطي وامشي. ها، مين عنده المشكله دي؟ طيب، خلاص. انا كنت بحث فعلا. طيب تمام، انا كنت بقول برضه يعني حسيت ان انا لوحدي في الروم. عندنا اكيد. اوكي. طيب، انا قافله الصوت. ليه انتوا مش سامعيني؟ اكيد لو انا فاتحه قافله صوت ان حد يشاركني صوت يعني. لا، لو عايزه اعملي ريز هاند يا اميره وافتح لك الصوت عادي لو عايزه تشاركيني صوت. تمام. طيب،
السكوت عن الرضا. مش الحالات دي، مش عارف مصر كله عنده المشكله دي. تمام كده. طيب بصوا بقى، حته ضياع الوقت او عدم الاحساس بالوقت دي هي اكتر لو احنا حتى قلنا الكبار عندهم نفس المشكله، فهي بتيجي من عند واحنا صغيرين. بتيجي من كذا حاجه مهمه جدا، اقول لكم عليها كلها واول حاجه بس كده، يعني خدي نفس كده ويعني واحسني النيه كده عشان ايه، ربنا يبارك لنا ان شاء الله. مش مستوعبين ان هم متاخرين مثلا. اوكي، هقول لك الحته دي جايه منين. حاضر. بصوا، الفكره كلها بتيجي من اول ايه. اولا لو انا ما عودتش على الاحساس بالوقت اصلا. بمعنى ايه؟ يعني لو انا على طول سايبه ان مفيش روتين، مفيش مواعيد لحاجه معينه، يعني تيجي مثلا الاجازه فهم فاضيين مفيش وقت لحاجه، يعني مثلا مفيش تمارين، مفيش حاجه بيعملوها، فبالتالي عادي كله يتعمل زي بعضه، يعني انام دلوقتي زي اصحى زي العب زي اكل زي انام زي مفيش جدول، مفيش حاجه ورايا، مفيش حاجات بشترك فيها او عارفها او عاملها او فاهم يعني ايه ده. اول حاجه ممكن تنظموا بيها حته الوقت، اولا ان انا حتى لو في اجازه تبقى في انشطه مختلفه تتعمل، عشان ما تجوش وقت الدراسه تشدوا شعوركم حرفيا ان هم مش واخدين بالهم ان احنا دلوقتي وقت الدراسه، فلازم لا الوقت الموضوع يختلف. بياخدوا بالهم بالتدريج. بس من الحاجات المهمه جدا 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 ان انا لو انا مش عامله روتين، مش معلمه نظام معين، مش معلمه ان ده يخلص في وراك ده او ده يخلص في وراه ده، او ورانا كذا وكذا وكذا النهارده، وعارفين كده ومرسوم قدام عينيهم، سواء برسمه، سواء على سبوره بتباشير، سواء على وايت بورد عندك، سواء بورقه وقلم ملونه كبيره، اللي انت عايزاه. لو هم ما عندهمش ده او مش متعودين على ده، فطبيعي ان هو ما يفهمش يعني ايه دلوقتي الباص تحت، يعني ايه مش فاهم أنا. ما لو ما فيش مثلا طول عمره ميعاد تمارين مثلا، فبالتالي هو ما يعرفش ان انا في ميعاد معين، ومعناها لو انا اتاخرت يبقى الكوتش بتاعي او الكابتن بتاعي مش هيخليني ادخل مثلا، مش هيخليني اكمل. فما فيش دي اصلا. فدي لو ناس مثلا ما بيلعبوش رياضه، ناس ما فيش في جدولهم حاجه، فالحكايه دي موجوده ليه؟ لانه ما اتعلمش مهاره ان انا في حاجه وراها حاجه. تمام. طيب لو انا لا، ده انا في كده، ده هم اصلا بيتاخروا على ميعاد التمرين حضرتك. دي خلوني اكلمكم فيها بعدين، بس خلينا ناخد دي يعني حاجه حاجه. اول حاجه، لو هو ما تعودش على تمارين، ما تعودش على روتين، فطبيعي ان هو لا يدرك اهميه ان في حاجه وراها حاجه، او ان حاجه لازم دلوقتي انها تتعمل. خلاص. طيب لو لأ، هم عارفين على فكرة الجدول يا كوتش وفاهمين الليلة ديت، بس برضه هم يحلى الصبح ان هم مش عايزين ينزلوا، متضايقين منيقين زي ما بنقول بالمصري، مش عارفه تفهموا منيقين دي ولا لأ، او في حد من دول تانية اللي هو متضايق، يعني اللي هو كده، ده مش عارف هو عايز ايه، متضايق موده مش حلو. خلاص. موده مش حلو، متضايق منيق صاحلنا كده، دي بتيجي لعدة حاجات. اول حاجه لو هو طابع الطفل ده انه عنده التغيير بصعوبه، يعني ما تفاجئهوش. يعني مثلا في اطفال مثلا اجتماعيه جدا، فعادي بكره المدرسه يلا يقوم يجري، شخص اجتماعي ما عندوش مشكله ان احنا هنروح المدرسه وهنلعب ونتنطط، وتلاقيه جري قبليكي اصلا نازل المدرسه قبلك. وفي طفل تاني التغيير بالنسبه له صعب، يعني لو اول سنه مدرسه، لو كانت الكورونا وراح نزل في اول سنه مدرسه ليه، لو اول مره يخش خالص اللي هي كي جي 1 مثلا، لو هو طفل اساسا ما بيحبش التغيير، فانت كنت في اجازه فان انت فجاه تقولي له تاني يوم ده احنا رايحين المدرسه، ده غلط جدا. وده هتلاقي الطفل اللي هو بصعوبه يروح معاكي المكان، بصعوبه لما يتعود على الحضانه اللي بيروحها، بصعوبه لما يتعلم ويعود على الناس الغرب. دي حاجه تكشف لك ان هو الطباع المزاجيه التسعه بتاعته عنده نسبه اللي هو سهوله التغيير، او ان هو يتقبل التغيير عنده قليله جدا. فبالتالي ده محتاج ايه؟ محتاج ان حضرتك قبل ما تبدا الدراسه بحبه، بثلاث اربع ايام تبداي تهيئي وتجيبي الحاجه وتقولي له وتعرفيه، وندرب على النوم بدري، ولازم نعد كده نعمل اعدادات. ده طبيعي في الكل ان احنا لازم نتعود خلاص في نوم بدري على الاقل ساعه او ساعتين. وده بقى هنعملها بحاجات كتيره دلوقتي برضو هقول لكم عليها. بس انا الاول بتكلم في ايه، في حته المشاكل اللي بتقابلنا في يوم المدرسه نفسه. فحته ان هو النيق دي ممكن يكون ان هو اول مره وده طفل لا يقبل التغيير، فمحتاجه ان انت تدرجي الموضوع واحده واحده. لو ان هو طفل مثلا انت بالليل في العشاء يعني عنده مشكله جسديه، انت بالليل في العشاء تقلتي او بالليل عملتي حاجه وجع معدته الصبح، فما بيعرفش يوصف او ما بيعرفش يوصف لك شعوره، يقول لك انا تعبان، انا جعان، انا متضايق، انا مصدع. دي ان انا مش معوداه ان هو يوصف مشاعره، او ما عندوش مهاره انه يوصف مشاعره او اللي هو حاسس بيه، فدي قصه، دي مشكله في حد ذاتها.
فدي لغايه ما تعالجيها ان انت تعلميه اداره مشاعر وتعلميه تعبير عن المشاعر. تعالي اقول لك اللي بسرعه دلوقتي عشان احنا نازلين المدرسه، اللي هو ايه، هو انت في حاجه وجعك، في حاجه تعباك، في حاجه كذا، في حاجه كذا، فانت بتقترحي عليه وتنتظري تسمعي منه الرد. تمام. فممكن يكون التنيئه سببها تعب جسدي حقيقي. طب ممكن التنيئه تكون بقى ايه سببها؟ ان انا المود بتاعي وحش، يعني هو طفل بيصحى من النوم مزاجه مش مظبوط كده. طب مزاجه مش مظبوط، حلم حاجات مش حلوه، ما نامش نوم كويس، الاوضه كان فيها حاجه، السرير كان فيه حاجه، اللبس اللي كان لابسه لو هو متحسس من ماده معينه كان فيه حاجه في اللبس مثلا معينه، كان هو بيفكر او اول ما بيصحى نتيجه الاحلام قاعد بيكمل في حاجه معينه او حاجه معينه هي مضايقاه، او ان هو بيتضايق من المدرسه لشيء ما، في بقى تنمر، في ضرب، في حد بيضايقه، في حد كذا. ودي بيبقى الرفض بتاعه قوي وجامد جدا، مش مجرد ان هو متضايق ومش عايز، لا ده بيبقى رفض قوي قاطع وبتبقى ليلة يعني. ده بيبقى باين جدا، فده معناها ان هو يا اما في تنمر، يا اما بيهرب من حاجة معينة في المدرسة، يا اما في ضرب بيحصل في المدرسة، بعد الشر ممكن يكون في تحرش بصورة ما في المدرسة. فبالتالي الرفض الجامد القوي، وخاصة من بعد طريقة عادية وبعدين فجأة رفض جامد قوي، او رفض جامد قوي بدون اسباب طبيعيه واضحه. فلازم تبداي تركزي هو ايه اللي كان حاصل او ايه اللي بيحصل فعلا. مش دايما كل الحاجات يا جماعه مشكلتنا ان بنعتبرها دلع. يعني احنا بنقول ايه، احنا بنقارنهم بينا. فاحنا كنا زمان حقا مشاعرنا بتتكبت وعادي جدا ومش مشكله اي حاجه، وكانت حياتنا ابسط منهم بكتير، وما كان اقصانا يعني واد جلس بيجلس علينا بياكل سندوتش اللانشون لما بنجيب. دي كانت اقصى حاجه. لكن دلوقتي هتلاقوا الموضوع كبير ومتشعب، ومخاطر فعلا قد تكون مخاطر كبيره بيتعرضوا ليها للاسف، علشان السوشيال ميديا المفتوحه في كل حاجه، علشان بيختلطوا بطبقات كتيره، عشان بيسمعوا حاجات كتيره، عشان مدخلات كتيره ومن كل حته. فبالتالي ما تستهونوش بده. احنا كنا زمان الحاجات اللي ممكن تضرنا قليله قوي، لان احنا مقفول علينا من كل جانب، ما كانش في نت، كان اخرنا اهالينا، جيراننا مثلا اللي معروفين، اصحابنا اللي ماما عارفه ده مين باباها ومامتها وكذا. فما كنا الموضوع مقفول علينا جدا، فكانت نسبه المخاطر اللي بنتعرض لها في طفولتنا كانت قليله جدا جدا جدا، غير دلوقتي. تمام. فبالتالي لازم نخلي بالنا من حاجه، اولا مش دايما اروح جايبه اللوم والعتاب على ابني، ان ابني ده دلوعه وي 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 وي. حتى ايفن لو انا يعني حتى لو انا عارفه ان انا مثلا حد مدلعه سواء انا او باباه مثلا، حتى لو ده حقيقي، يعني حتى لو ده حقيقي، لكن لازم تدي نسبه ان والله لا، ممكن يكون فعلا هو في حاجه حقيقيه، مش كل الحاجات اللي بيقولوها دلع. ومعنى كلمة الدلع ممكن بقى تيجي برضو يعني تنزل تحتها اللي هي بقى سوء سلوك بيعمله بطريقة ما عشان ليه هدف معين غير ملبى، يبقى في الآخر برضو الموضوع متعلق بيا أنا مش قادرة ألبي له هذا الطلب أو هذا مش طلب، هذا الاحتياج، لأن بيبقى عنده احتياج لو هو بيلجأ لسوء السلوك. ففي احتياج من الاحتياجات البشرية 6 ناقص، فبيلجأ لسوء السلوك عشان يعوضه بطريقة خاطئة. فمعنى كده ان برضو الموضوع ده بادئ من عندي انا. تمام. لانه بياخد الاحتياجات دي اول حاجه من الاب ومن الام، يعني البيئه بتاعته الصغيره، العيله بتاعته. فحتى لو انا شايفه ان انا فعلا، وكل الناس تقول يا ابنك ده اللي هو مش عارفه ايه، بس خلي بالكم ان في بعض فعلا في بعض الاوقات وبنسبه كبيره مش قليله بيبقى فعلا هم بيتعرضوا لحاجه، او في حاجه حاصله لهم، او في حاجه بتجرى، او في حاجه بتحصل، فما تستهونوش بده. تمام. فدي تاني حاجة، اللي هي حتة ان انا ايه عدم الاحساس بالوقت دي، ان هو يكون منية لسبب ما. طيب ايه تاني عدم الاحساس بالوقت؟ ان انا دلوقتي انا مش معوداه، مش حاطه روتين بقى لليوم بتاع المدرسة. طيب انا اولادي ما بيحبوش الروتين، حلو قوي، ممكن تروحي عاملاها لهم في وقت معين بس روتين. بمعنى ايه؟ يعني مثلا في اطفال بس ده مش حقيقي، يعني هو ما بيحبوش الروتين بالطريقة اللي بتعمليها، لكن الروتين بالنسبة للاطفال يعني الامان، بيحسوا بالامان لما بيبقوا عارفين كذا وراه كذا وراه كذا، بيحسوا بالامان، بعكس شعورنا احنا ككبار ان ده قيد، انا عايز اعمل ما يحلو لي في اي وقت يحلو لي، وبنرجع في الاخر نشتكي ان اولادنا مش ملتزمين بوقت. فطبيعي هو بياخد ده مننا، واحنا نفسنا ده بيضيعنا يعني، ومش شرط يكون روتين يعني صارم قوي بالوقت الفلاني ولا يسمح بالكذا، لا مش للدرجه دي. لو انا شايفه ان الاطفال بيتحركوا بحريه اكبر شويه، او ان انا عايزه اعمل ده بالتدريج، فممكن اعمل بس روتين اللي هو وقت الصحيان من النوم، اللي هو هنصحى هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا، متعلق قدامي بالوان باي حاجه انت تحبيها. لو عندك طفل اكبر سنا خليه يهتم بالطفل الاصغر سنا، تحمليه مسؤوليه ده بدرجه ما.
الحاجات تتحط من قبلها او تتعد من قبلها بالليل عشان بيفرق كتير جدا. لو الجدول الصبح لازم يتعمل فدي كارثه وبتاخر الوقت جامد من غير ما تحسي. لو انت في عندك طفله شعرها بيحتاج ان هو مثلا يتعمل بطريقه معينه، هي دي اللي بتقعد لغايه اخر اليوم، او هي دي اللي كويسه في شكلها، فبالتالي حضرتك حضري لها الحاجه بتاعتها من قبلها بيوم. وخلي بالك من حاجه يا ست الكل مهمه جدا جدا جدا، عشان ما تشديش في شعرك وتقولي مش واخدين بالهم من الوقت. الولاد لبسيه شراب اصفر مع واحد احمر وعادي جدا. البنات الورده اللي على الشراب اليمين معوجه غير الورده اللي على الشراب الشمال. خدي بالك من دي، في فروقات ما بين الجنسين في التفاصيل. فالولد عادي يعني ممكن ينزل كده عادي بالبيجامه، ولو قلت له يلا حبيبي يلا جدا حلو جدا. طيب لا، على فكره انا مثلا ممكن يكون ولد تقول لي لا ده بياخد باله قوي من تفاصيله ومن كذا، ده بيبقى واخد الجرعه دي من ماما. يعني بيبقى واخد الجرعه الاهتمام بالتفاصيل والحاجات دي من ماما، فقلبه في طبع شخصيته. ومش معناها ان هو مخنث ولا اي كلام من ده، لا، معناها ان هو ماما قدوه، ماما اللي بتتعامل اكتر معاه، فواخد الصفات بتاعتها كقدوه مكمل بيها. وعلى فكره الصفات الانثويه والذكوريه موجوده جوه الولد وجوه البنت عادي جدا، بس مش بنسبه 50 ل 50، بتبقى بتتفاوت النسبه طبعا لو ده ولد او بنت. حلو. فبالتالي مش معناها ان هو مخنث، ومش معناها ان هو بتاع امه، مش معناها اي كلمه من الكلام اللي بيتقال للنصيب ده. هي معناها بكل بساطه ان المثل والقدوه الاكثر الام. فده نوزنها ازاي، نخلي بابا يخش في الحته دي شويه اكتر من كده. مفيش بابا في خيال في عم في جد يعني راجل يخش في الحته دي بالذات، اللي عندها اولاد صبيان، مثلا ارمله، مثلا مطلقه، مثلا الزوج مسافر على طول، تحاول الخال يبقى موجود، الجد يبقى موجود، بحيث ان هو ايه يدي النكهه الذكوريه. يحاول في تواصل مع الاب حتى لو اونلاين، بس يبقى موجود بيسمع بيتكلم، ولو مره في الاسبوع ولو فتره صغيره. ده ضروري جدا بالذات لتوازن الولد الذكر. لازم لتوازن الولد لازم. لان الاطفال بطبيعتهم من صغرهم هيكون ازاي شخصيته وطباعه وقدوته والكلام ده من اللي بيشوفه يا بابا يا ماما. لو بابا غايب خالص ومفيش اي ذكر موجود، ممكن يبقى المدرب بتاعه. ممكن في كورسات بتتاخد بيبقى الكوتش راجل، بالذات للمراهقين والاطفال الصغيرين الصبيان، تحرصي مثلا على الحكايه دي. المهم ان لازم يكون في جزء ذكوري داخل في القصه دي، خاصه لو بتربي ولد، لان انثى انت موجوده. فانت بقى تحرصي ان انت تربي الصفات الانثويه والكويسه والصفات الانوثه في البنوته. لكن ولد هت يعني هتفلت الحته دي منه. وده بيرجع ليه سبب من اسباب اضطراب الهويه الجنسيه اللي بتؤدي للشذوذ، اللي هو الولد اللي يبقى شاذ. فبيبقى السبب منها كده ان القدوه الاساسيه هي ام، وبقى بيتربي يعلى وبيزيد معاه. تمام. فاحنا بغينا خالص عن الحته دي. فاللي انا عايزه افهمه لك، انا مش شرحت لك الحته دي، اللي انا قصدي ان انا افهمه لك حاجه مهمه، ان دلوقتي البنت بتبقى ليها تفاصيلها، وتاخدي بالك من طبيعه وايه وسيكولوجيه الانثى الصغنططه اللي عندك في البيت، وخاصه كل ما تيجي تكبر على سن المراهقه. يعني كل ما تلاقيها 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 11، ابعدي لها يعني، وسعي. خدي بالك انها بدات سمات المراهقه تظهر عليها، خدي بالك انها بدأت يا إما إنها هتبقى فجة جدا في التصرفات، تروح متصرفة زي الصبيان ان هي رافضة أنوثتها، أو مهتمة جدا بتفاصيل كل حاجة، وعايزة الشراب وعايزة الشوز ولازم السكرت الفلانية ولازم البانتس الفلانية. بيفرق معاها الحاجات دي. فعشان نخلص من قصة التأخير على الباص الصبح، الحاجات اللبس يتجهز من بالليل، الجدول يتجهز من بالليل. فيبقى لك اللانش بوكس الحبيب الملايين اللي احنا ده هنفرد له جزء كده في آخر المحاضرة. تمام. فده قصه الوقت بتاع الصبح. يبقى لو هما مش متعودين على روتين، اعود على روتين، حتى لو اليومين دول اروح كاتبه روتين جدول كبير، ابدا يلا بقى يا اولاد هنعمل قعده قبل ما يجي ميعاد الدراسه، او لو اسبوع جديد انا عايزه ابداه بطريقه مختلفه. يلا يا اولاد النهارده انا لاحظت ان في كذا كذا كذا، او انا بحس بكذا لما بيحصل كذا، واتمنى ان انتوا تعملوا كذا. انا ولا هلوم ولا هشتم ولا هعاتب ولا اقول لابو الولاد شفت يا ابو احمد انت السبب في اللي اسمه ايه، ولا اروح ماسكه الواد وانت يا زفت انت اللي الصبح بتتاخر، وانت يا نيله اللي مطلعه عيني عشان الشراب والزفت اللي على دماغك وشعرك وضفيرتك ومش عارفه ايه. مش ده اللي بيحصل؟ ده الكلام اللي بيتقال صح ولا بتكلم كلام غلط؟ قولوا لي كده، مش ده الكلام اللي بيتقال ولا في الفاظ تانيه بتقولوها بتعملوا ايه؟
صح؟ قولوا لي. اكتبوا صوت بقى. قصدي اكتبوا صوت، اكتبوا صح كده. طيب، فقبل ما بنيجي نقعد هنيجي الدراسه هي هتبدا، او ان انا اسبوع عايزه ابدا صفحه جديده، فهقعد معاهم. بصي يا حبايبي، لما باجي اتكلم، لو احنا اتكلمنا بان انا بشتم وبغلط، وده على فكره اللي كبير او صغير، لو انت اتكلمتي مع حد وجيتي تقولي له انت اللي بتعمل مش عارفه ايه، والصباع ده لما بيطلع، فبالتالي الشخص اللي قدامك هياخد الديفنس مود او وضع الدفاع، فمش هيسمع اللي انت بتقوليه. فبكل بساطه انت عملتي بلوك في دماغه، هيبدا يا اما يشتت دماغه عنك لو حد صغير وما يسمعكيش وتقولي ده مش مهتم، ده مش فارق معاه، او ان هو هيبدا ان لا يا ماما عادي ويروح داخل كده. خلاص. فاحنا في غنى عن ذلك خالص. او ابو العيال لما تقولي له كده يقول لك وانت بقى يا هانم الكوسه بتاعت امبارح اللي كانت بايظه في درج الثلاجه، ها، دي برضو مش من مهامك، فهتدخلي نفسك في الكوسه اللي في درج الثلاجه ليه؟ فبصي، هتعملي ايه لما تيجي توجهي رساله لحد؟ فانت مش هتروحي داخله فيه شمال زي ما احنا بنقول، او ان انت تقولي له انت اللي عملت او كذا، لا. بكل بساطه خلي الدماغ اللي قدامك تقعد تسمعك وتتقبل اللي انت هتقوليه. فانت هتجيبي الرساله من عندك انت، اللي هي الاي مسج، انا بحس بكذا لما بيحصل كذا، واتمنى ان تعملوا كذا. خلاص. فهتبداي تتكلمي، وممكن تعرضي المشكله بكل بساطه واحنا قاعدين بناكل بوب كورن مع بعضينا، ايه سبب المشكله ديت او نحلها ازاي. او انا بصراحه تعبت من كتر الزعيق، والجيران اصلا اشتكوا قالوا لنا احنا بعد كده هنترككم العماره اساسا الصوت اللي طالع ده، فنعمل ايه؟ واسمعي منهم اللي بيحصل، واقترحي عليهم الحاجات اللي انا بقولها لك، او من ضمن الحلول اللي انا بقولها لك هي دي، ان انا اعمل روتين، ان انا احضر الحاجه من قبلها بيوم، ان انا اخد بالي من طبيعه كل طفل، مش كلهم زي بعض. تمام، مش كلهم زي بعض. في طفل هيبقى اجتماعي عادي مش فارق معاه، في بنت هتبقى عادي تلبس مش مشكله، في بنت هتاخد بالها من التفاصيل، في ولد لا ما يفرقش معاه لبسيه البيجامه ونزليها يبقى زي الفل. في كل حاجه مختلفه، والجنس مختلف، والسن مختلف، وطبيعه كل طفل مختلفه عن التاني، فعامل كل طفل ان هو مختلف. يعني تاخدي بالك من الحته اللي بتفرق مع فلان، يعني فلان ده يفرق معاه ان الجدول لو الهوم ورك ما اتعملش، في واحد لا ما يفرقش معاه عادي جدا لو الهوم ورك اتعمل ولا ما اتعملش عادي جدا. في واحده تفرق معاها البنوته، تفرق ان الاستيكه بتاعتها والستيكر ويبقى موجود، وفي بنوته ثانيه لا عادي جدا مش مشكله. فناخد بالنا من الحاجات اللي فرق عشان تريحي من صداع الصبح اللي هو بتاع التأخير. يبقى احط جدول احضر الحاجه من بالليل. طيب لو انا جيت لا يا شريهان، هم متعودين على المواعيد وبرضه هم بيستمروا في حته التأخير. طيب بيستمروا في حته التأخير، يبقى معناها حضرتك هتروحي عامله ايه؟ استباهات، خطوه مسبقه. النهارده كلمه السر اللي عايزاكي تاخديها في ايدك وانت خارجه من المحاضره دي وتاخديها في حياتك كلها، سر الكلمه اللي انت بتقوليها بتاعت هو انا كام مره اقول ان الجزمه دي ما تتحطش هنا، هو انا كام مره اقول ان انت لازم تشيل شنطتك، هو انا كل شويه اقول لك ان الواجب ده ميعاده. تعالي يا ست الكل اسمعي نفسك كده، معنى ان انت بتقولي تلك الكلمه معناها ان انت بكل بساطه الحلوه الجميله الشاطره الاموره الناضجه الام العسل دي، قاعده بتكرر الحاجه اكتر من 10 مرات، ومصره انها تكررها ال 11 وال 12 وال 13 من غير ما تعرف وتدرك ان الطريقه مش نافعه ان انت تقولي، يبقى محتاجه تشوفي طريقه تانية عشان يسمعوا الكلام بكل بساطه. حضرتك مصره ان الباب ده نحط فيه المفتاح ده ويفتح، والمفتاح ده مش بتاع الباب ده اصلا، وانت مصره 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 لغايه ما يا ايدك هتتعور يا هتكسري الباب. فهتكسري الباب، مش دايما هتكسريه ويبقى كويس، ولو كسرتي المفتاح ممكن يكون ده مفتاح الشقه الوحيد وتباتي بره. فيبقى معناها ان انت حضرتك بكل بساطه مطلوب منك ان انت تاخدي خطوه مسبقه. معنى كلمه ان انا على طول بقول الحاجه وانتوا ما بتسمعوش، يبقى معناها ان انت ما بتقوليهاش بالطريقه الصح، وما بتعرفيش هم فهموا اللي انت قلتيه بالطريقه الصح ولا لا، وقد يكونوا انت ما علمتهمش اصلا المهاره، وانت فاكره ان هم طبيعي ان هم يكونوا عارفينها، ما هو شافوني بعملها 100 مره، فانت فاكره ان هم عارفينها لكن هم مش عارفينها. حلو. فبتروحي بتبدي رد الفعل ده او الكلام ده، وبيجي لك افكار كتيره اللي بتدي لك مشاعر الغضب اللي بتخليكي تسلكي ذلك السلوك، يا اما هتزعقي يا اما هتخبطي يا اما هترمي بحاجه يا اما هتضربيهم هم شخصيا. ليه؟ نتيجه للافكار اللي شغاله والمشاعر اللي شغاله، وانتي قاعده بتكرري نفس الغلطه، فبتحسي يا عيني ان حياتك ماشيه في دايره ليس لها نهايه، اللي بنام فيه بصبح فيه، اللي بصبح فيه بنام فيه. ده لكل حاجه، حتى لو الاولاد 12 سنه، لو انت ما علمتيش المهاره من وهو صغير يبقى هو ما اتعلمش المهاره وهو كبير. وهجاوبك على الحته دي، او ان انت تكتبي لي ايه المهاره اللي انت بتقولي عليها. تمام.
كلمة إن أنا بفضل أتكلم في حاجة مرة واثنين وثلاثة وأكررها وهما ما بيسمعوهاش أو ما بيستجيبوش ليها، يبقى معناها إن أنا بقول بالطريقة الغلط. يبقى جرب طريقة تانية. بكل بساطة في أي حاجة في حياتك، حتى لو طلباتك اللي على طول بتطلبيها من جوزك، أنا كل شوية أقول لك، أنا كل شوية أقول لك، يبقى معناه إن هو أصلا ما كانش سامعك، فأنت تجربي طريقة تانية. بس كده. لكن انت مصره ان طول سنين حياتك قاعده حد ما بيسمعش اللي انت بتقوليه، فتروحي ماشيه بالتابو بتاع كلمه. ما هو انا 100 مره اقول. لو انت فضلتي فعلا، لو انت حقا قلتي الحكايه دي 100 مره وهما ما سمعوش، يبقى المشكله فيكي. المشكله فيكي صحيح. يعني ليه بتقولي حاجه 100 مره وهي ما سمعتش؟ يبقى شوفي طريقه تانيه. حلو. طيب، الخطوه الاستباقيه معناها انك فاهمه ان الموضوع ده فيه مشكله. ابني عنده مشكله في الهوم ورك، عنده مشكله انه يفتكر مكان الشنطه بتاعته، عنده وات ايفر ايه المشكله اللي انت بتقابليها. خلاص. اهلا بيك يا نبيل، اهلا بيك. عشان خطأ حته ان انا اخد خطوه استباقيه. مثلا نقول مشكله النظام، مثلا مشكله امور اهي. على طول عندهم ان هم بيسوفوا، على طول ان هم بيأخروا، على طول بيضيعوا حاجاتهم، على طول كذا. وانا على طول بتكلم، بس لا، يبقى تاخدي خطوة تانية قبل ما يحصل هذا الفعل. يعني لو انا مثلا في ميعاد التمرين وكل مرة يتأخروا عن التمرين بسبب انه بيدور على الفوطة ولا بيدور على الحاجة او بيدور على كذا، تقولي لهم انا قلت لها مكان. فانت بكل بساطه هتروحي راسمه روتين ايه الحاجات اللي احنا بنعملها والحاجات المطلوبه للتمرين. وقبل، لو هو بياخد وقت في اللبس او محتاج ياخد وقت في اللبس، او هو من النوع اللي بيتحرك بهدوء وانت حضرتك من النوع اللي بحكم السرعه الرهيبه منجزه كتير وعايزه تخلصي بسرعه ونروحك في مناخيرك نتيجه للضغط العصبي والنفسي اللي انت فيه، او ان انت تعودي تعملي الحاجه بسرعه باي ديفولت. يعني انت خدتي بقى ده في السيستم بتاعك الغلط اللي دخلته ليكي الحياه العصريه، اللي بيخليكي تضيع صفات الانوثه عندك. صدمتي. التوتر والعصبيه والغضب والضغط العصبي والنفسي يؤثر على هرمونات الانوثه ويسبب زياده انتاج هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الذكوري الاول، والذي يوجد في جسمنا بطريقه طبيعيه انثى او ذكر، لكن النسب طبعا. فالتوتر والضغط والعصبيه والنرفزه والضغط النفسي والعصبي اللي احنا جزء مننا بنروح حاطينه على نفسنا، اللي هو لازم يتمرن ولازم يروح الدروس ولازم يتعلم ولازم يتمرن ولازم يروح المدرسه ولازم يتعلم سباحه ويتعلم جمباز ويعمل الواجب ويبقى ولد شاطر وينزل الصبح ويجي. انت كل ده عايزاه من طفل واحد؟ قولي وربنا كده. طب ومين اللي هيعمل له كل الحاجات دي؟ ما انا اللي بودي واجيب. ما انا عارفه. انت اللي بتودي وتجيبي. انت اللي بتودي وبتجيبي وتطبخي وتكنسي وتمسحي وتنظفي وتعملي الاكله الجديده وتعملي لانش بوكس وتودي التمارين وتجيبي من التمارين وتحمي بعد التمارين وتقعدي تعملي لهم طبيبي، تعملي الحاجات الجميله اللي بتعمليها دي. علشان وصل لك فكره انه مش هتبقي ماما حلوه غير لما تكوني سوبر ماما. مش هتبقي زوجة كويسة غير لما تعملي ده، وتبقي بعد كل ده كمان تبقي جدعة وطيبة وحنينة وبتشيلي. تشيلي بقى هموم وتشيلي حاجات، تشيلي حاجات كتير قوي. طيب، امال ايه؟ يعني اضيع عيالي؟ لا يا ست الكل، يتقطع لساني. ما اقدرش اقول لك كده. لكن شوفي اللي انت عايزة ولادك يطلعوا بيه، اللي انت لما هتقفي يوم الحساب تتسألي قبل يوم الحساب في قبرك، عمرك، شبابك، صحتك، فين هو؟ ضيعتيه في ايه؟ هل الصوت مش موجود ولا الصوت واضح؟ لو في مشكلة في الصوت قولوا لي. واضح واضح، اوكي.
هو بس في حبه حصل لاجنج كده، لكن هو واضح انا اعتقد كده. اوكي تمام. طيب ممكن نكتب لعبير لو في طريقه انها تفعل فيها المايك، بعد اذنكم ممكن تكتبوا لها على الشات ازاي تفعله. شكرا لكم. ف خلي بالك ان انت هتتسالي عن عمرك ومالك وشبابك وجسدك وصحتك وديتيهم فين، اللي هو الإجابة 101 للأمهات كلها في تربية عيالي. حقا احنا ما بناخدش الجنة ببلاش، الجنة مش تحت أقدامنا ببلاش. فبس اعرفي ايه بالظبط اللي انت عايزه تبنيه في ولادك. مش طنط سوسو وطنط لولو بيقولوا كده. يعني لو انت عايزه، لا انا عايزه ابني مثلا يبقى لازم مجهود رياضي مثلا عشان هو طفل حركي، معاكي جدا، بس في المقابل ما تسحلهوش طول اليوم. يعني ما يبقاش الموضوع مش متزن خالص كده. فاهمه قصدي؟ ما يبقاش الموضوع مش متزن خالص كده، لان خلي بالك ده بيضغط على اعصابك ونفسيتك وصحتك، وطبيعي بيأثر على البيت، وطبيعي بيأثر على علاقتك بجوزك، وطبيعي بيأثر على علاقتك بولادك، في حين ان انت ده انت بتضحي وبتتفاني بقوه علشان ولادك. تمام. فانت مش بتعملي حاجه غلط ولا حرام، انا معاكي، ولكن هم مش واصل لهم الصوره دي زي ما انت متخيله. يعني الصوره مش واصله بالدرجه اللي انت متخيلاها، ده اكيد فاهمين وشايفين تضحيتي، في حين اللي هم شايفينه. وما تزعليش من ده، عصبيه بتزعق متنرفزه بتشد في شعرها منهم، زوج شايف ان انت مش مهتمه بنفسك ولا بشكلك ولا باي حاجه وهيروح يبص بره، وبغض النظر ان ده سبب فيكي او مش فيكي ان هو بيبص بره او لا، يعني انا ضد الفكره دي، ولكن اللي هي انا ضد فكره ان هو انت ما تكونيش مهتمه بنفسك عشان نفسك، مش عشان بس هو يبص بره او يبص جوه. يعني خدي دي ليكي، دي اهميه كمان، ان هو ده الفارق. يعني اللي بيخون بيخون عشان هو طبعه خاين، ده موضوع تاني، وهيدي لنفسه المبررات، واللي مش عايز يخون مش هيخون وهيدي لنفسه المبررات برضه مهما كان. حلو. لكن في الاول وفي الاخر بغض النظر، انت لو ما اهتمتيش بنفسك، الكارثه ان انوثتك بتضيع، شئتي ام ابيتي. ففي الاخر الصوره اللي باينه من بره ايه؟ اللي باين من بره واحده متعصبه متنرفزه مش طايقه نفسها طول النهار، هلكانه وتعبانه وجسمها وارم ورجليها وجعاها من الوقفه ومن الزعيق ومن الشخط ومن النطر. هل تفتكري ولادك في اللحظه الحاليه مدركين وجع رجليكي من كتر الوقفه طول النهار، او حتى من كتر السواقه ان انت بتوديهم من تمرين لتمرين؟ تفتكري هم شايفينه؟ قولي لي بصراحه، هل شايفه ان اللي حواليكي شايفين مقدار ابسط حاجه التعب الجسدي اللي بتعمليه؟ هل شايفينه؟ مقدرينه؟ جاوبيني بصراحة. شايفينه ومقدرينه؟ اللي حواليكوا شايفين التعب الجسدي اللي انتوا بتعملوه، مقدرينه وحاسين بيه؟ للأسف لا. هو للأسف لا، لسبب بسيط، عشان حاجتين. احنا كأمهات اتربينا، او جيلي والجيل الأكبر مني اتربى على ان احنا نحترق بالكامل، والا مش هكون ام كويسه. وحتى رموز السينما في كل مكان، الأم اللي بتتسحل للتراب علشان تصبح أم جيدة. وتعودنا ما نقولش وما نشتكيش ونخلي طلباتنا آخر حاجة، وإن دي تضحية وعشان خاطر ولادي وعشان خاطر كذا. معاكي، بس في حدود للتضحية، ومعاكي في أولويات في التربية، في أولويات في التربية. يعني تخيلي انت لما هتتحاسبي عشان خاطر صحتك، انت ضيعتيها في وقفه عشان خاطر حله محشي، وان انت تودي، وان انت مثلا تفضلي تسوقي في حاجات كتيره قوي قوي قوي، ولا ان انا لا والله ده انا مثلا
في الوقت ده او في اليوم ده، او حته النهارده انا صحتي راحت في انهي حته، ان انا مثلا والله وديته درس الدين وكان عنده درس كذا، وبعدين قعدت معاه روقت شويه، كان صوتي اهدى شويه فكنت عارفه اربيه، فطلعته سوي نفسيا. سوي نفسيا دي غرسله دين، غرسله اخلاق، فبقى انسان سوي نفسيا. هي دي هي دي باختلاف الاهداف الاخرى لكل واحده فيكم. براحتك اللي انت نفسك تشوفيه في ولادك. فتاخدي بالك، حلو ان انا احاول اعمل لاولادي كل اللي ما اتعمليش، كل اللي ما قدرتش احققه، كل اللي نفسي ولادي اشوفهم فيه، عشان انا نفسي اشوفهم احسن ناس في الدنيا. لا توجد ام على وجه الارض بمختلف جنسياتنا واعمارنا الا وعايزه تشوف ولادها احسن او احسن الناس. مفيش. حتى انا اسفه اعزكم الله في الحيوانات بتساندهم وممكن تموت نفسها عشان هم يعيشوا. دي غريزه وفطره الامومه اللي ربنا غرزها فينا، علشان مع الالم اللي احنا بنتحمله مفيش كائن تاني بيقدر يتحمل الالم، ولا بتاع الولاده ولا الطلق ولا الرضاعه ولا الكلام ده، مفيش كائن غير الام بيقدر يتحمل ده. والكائن البشري هو اطول فتره طفوله ما بين الكائنات، بيفضل يعتمد على الام فتره طويله، اطول فتره طفوله في الكائنات الحيه كلها. فبالتالي ما تستهونيش بقيمتك كأم، ما تستهونيش باللي انت بتعمليه، حتى لو كان اللي حواليكي مش شايف. في الاخر احنا هنسأل عن كده. بس الحاجة التانية، انت اللي حبيتي، او اللي انت اللي ما قلتيش اللي انت بتعمليه وما حددتيش الاهداف، وما طلبتيش المساعدة من اللي حواليكي، شفتي ان انا اللي هقوم بيها، عيب عليك. فعيب عليك بتخشي بتروحي في داهية، بتخبطي في الحيطة، في الاخر بيبقى كل ده في الاخر فرض عليكي مش تضحية، ومش ان انا حاولت اعمل ادوار اكتر عشان اساعد. ففي الاول افتكري دورك كأم انك تغرزي الدين والاخلاق والقيم وتربي وتعلمي عشان يطلع انسان سوي مسلم سوي نفسيا. حلو كده. يعبد الله وانسان سوي عشان هيربي عيله بعد كده ويتجوز بني ادمين بعد كده، بدل ما بيطلع لنا كميه النرجسيين والسيكوبوديين اللي بيطلعوا لنا واصلهم التربيه. بتدمري مجتمع كامل. اه حبيبتي، مسجله. مسجله. تمام. فتفتكري الخطوه المسبقه اللي انت بتعمليها دي من اهم الحاجات. انا ليه جبتك في الحته دي؟ علشان بقول لك لازم تكوني سابقه بخطوه، سابقه بخطوه ان انت خلي بالك ان مشاعرك دي كلها وافكارك واللي انت بتعدي بيه وضغطك العصبي بيطلع على اولادك. ما بيطلعش في صوره انا تعبانه علشان خاطر انا ظهري واجعني فمش قادره اوطي تاني اكنس بعديكم مثلا، او انا ظهري واجعني من كتر ما وصلتكم التمارين فمعلش عايزه استريح شويه. احنا ما بنقولش كده. احنا كل دي افكار في دماغنا عامله مشاعر بتروح مطلعه السلوك اللي هو بيبقى الزعيق الشتيمه الضرب. بيبقى هو ده. هل انت في مره بتقولي انا تعبانه مش قادره علشان ظهري عمل كذا كذا، ولا بتقولي لهم ما انتوا السبب وانتوا تعبيني وانتوا هدني واسيب لكم البيت وامشي؟ يا اما هتشتمي يا اما هتضربي يا اما هتحدفي بحاجه. ما هي دي، ما انا تعبانه جسديا ونفسيا، ومش بقوله بالطريقه الصح فبيطلع بالطريقه الغلط، وما اتعودتش اقوله بالطريقه الصح. اصل مش هشتكي، اصل مش هفضل اقول لهم انا بعمل كده، هو انا كده بقى ببذل لهم باللي انا بعمله؟ لا. معناها ان انت حبيبه قلبي انت الكبيره الناضجه في تلك العلاقه. لو انا بتكلم عن علاقتي بولادي بس خلاص، فانا الكبيره الناضجه في تلك العلاقه. لو انا كبني ادمه كبيره ناضجه او تفر عندي كام سنه، لو انا مش قادره اعبر عن مشاعري بالطريقه الصح، يعني اقول انا حاسه ان انا تعبانه عشان النهارده عملت كذا، فيا ريت هقدر مثلا اساعدكم في الحاجه الفلانيه، معلش مش هقدر اكنس، ممكن تحافظوا على كذا عشان خاطر انا تعبانه، ممكن كذا. لو انت حضرتك ما بتعرفيش تقولي ده وما بتعرفيش تعبري بالطريقه دي، يبقى ما تستعجبيش ان هم كمان مش عارفين يعبروا عن مشاعرهم، مش عارفين يتكلموا بطريقه حلوه، مش عارفين ان هم يدركوا التعب اللي انت بتعمليه، مش فاهمين انت اصلا بتوديهم التمارين ليه. احنا مشكلتنا ان احنا بنروح واخدينهم من قفاهم ومودينه التمرين، واخدينه من قفاهم ومدخلاه كورس واخداه من قفاهم ومدخلاه المحاضره، هو مش فاهم هو عايز ايه يعني. هو حرفيا هو مش فاهم انت بتعملي كده ليه.
فشايفك الظلمه المفتريه اللي بتمنعيه من اللعب بالالكترونيات اللي بيحبها، يا ظلمه وعايزه تخليه يقعد يعمل حاجه تانية، يا مفتريه. هو شايف كده، هو شايف كده. هل هو شايف اصل انا عايزه اعلمك الحاجه الفلانيه اللي هي هتفرق معاك الحاجه الفلانيه بالطريقه مبسطه توصل له؟ طب لو كبير ومراهق وهو على طول قرفني في عيشتي، ما هي لو كانت الطفوله منيله يبقى المراهقه اسهل. يعني خلينا متفقين على كده. علشان اوقف الدايره دي، لا انا مثلا يا شريهان ضيعت الطفوله مثلا، مفيش فرصه خلاص ضاعت، لا في فرصه. لكن اقصد ان انت لو انت على طول كنت بتواجهي مشاكل وفاكره انه اصل لما هيكبر هيعلى، فتيجي في فتره المراهقه تقولي لا انا بقابل مشاكل كبيره جدا جدا ويبقى الرد الزعيق الخناق، هتخسري المراهقه. المراهق ما بيتعاملش كده، المراهق ما بيتعاملش كده. رحمه هرد عليك يا حاضر، تمام. فمعناها ان انا لازم اقف مع نفسي واقفه. المراهق له اسلوب مختلف في التعامل. هتلاقي في محاضرات كتيره قوي في قناه التسجيلات المشرفه، استاذنك لو تنزليها، كتير اتكلمنا عن المراهقه وازاي طريقه التعامل معاها. طيب لو الاطفال او كذا، حضرتك بيبدا الموضوع منك انت الاول، فبتبداي خطوه استباقيه. انا يا شيرين مش متعوده ان انا اكلمهم بالطريقه دي. عودي نفسك بابسط حاجه ممكنه. عودي نفسك ان انت دلوقتي تفهمي وتعرفي ان مفيش زعيق وخناق وشخط ونطر وضرب بيتعمل الا لما يكون في عمليه بتجرى جواكي، وهي الافكار والمشاعر التي ادت لهذا السلوك. يعني انت مش مجنونه، يعني انت مش لوحدك، يعني انت مش اصل هم اللي نرفزوني، لا، هي كل اللي بيحصل ان انت في عندك مجموعه من الافكار انت مشكونه بيها، وهم بيدوك التريجر اللي هم بيدوسوا على الزراير دي، يروح مشغل دايره الافكار. انا اتبهدلت، انا طالع عيني ومش عارفه اعمل لي ايه وحاسه بايه وطالع عيني في كذا وطالع عيني في كذا وطالع عيني في كذا، وانتوا مش حاسين، وانتوا وابوكوا والغلا والمعيشه والعيشه واللي عايشينها. ويجوا هم مثلا يعملوا حاجه مثلا بحسن نية أو بسوء نية، ما تعودوش ازاي يتعاملوها، فتشغل الأفكار جواكي فتحسي بالغضب، فيبقى رد فعلك يا شتيم يا زعيق يا خبط يا حاجات كتيرة بقى. تمام. فكل ده عشان تسبقي بخطوة. أولا لو حضرتك كانت عندك مشاكل في تربيتك في طفولتك، يعني عندك مشاكل كنت بتعانيها من الطفوله وانت صغيره، ولقيتي نفسك وانت دلوقتي واقفه بتزعقي لاولادك، قاعده بتقولي نفس الصوت اللي انت كنت زمان بتسمعيه من بابا ومن ماما، وكنت حالفه او مقرره اني ما اقولش الكلام ده تاني، ولقيتي نفسك تيبيكال نفس الاسلوب اللي بابا وماما ربوكي بيه، اللي انت كن تعبك، فاعرفي ان انت هنا محتاجه تلجئي لاستشاري تحفيز يعرفك على الطفل الداخلي اللي هو بيطلع في الوقت دوت، يعرفك بمشاكل الطفوله وتبداي تحلي الجزئيه دي معاه. لازم، لانك شئتي ام ابيتي زاد الهرب او قصر، حضرتك لازم هتواجهي نفسك، والا هتلاقي نفسك بتعملي كل الحاجات اللي انت قلتي انا عمري ما هعملها، بتعمليها في وقت غضبك، مع انك انت في الوقت الواعي والعادي واول ما اتجوزتي ده انا مش عمري ما هعمل كده، لكن بتلاقي نفسك بتعمليه في تربيه ولادك. فده معناه ان مشاكل الطفوله مأثره عليكي، فلازم تلجئي لحد يقدم لك دعم نفسي في الحته دي. واحد. اتنين، لا ما بعملش كده لكن دايما بتعصب. حلو. هتجيبي ورقه وقلم دلوقتي، ووقت ما يكون اليوم عدى وفي موقف عصبيه كتير، فهتبداي تسالي نفسك الاسئله الاتيه. واحد، ايه هو الموقف اللي حصل؟ اتنين، ايه احساسي وقتها؟ احساسي الموقف اللي حصل، بحكي الموقف. احساسي، الاحساس كلمه واحده، او مشاعري كلمه واحده، هو المفروض غلط. الاحساس هو الشعور الجسدي، يعني حسيت بقبضه في قلبي، حسيت بتنميل في رجلي، حسيت بصداع في دماغي، ده اسمه احساس، اللي هو يتصل بالجسد. الشعور يتصل بالقلب، اللي هو قلق، غضب، حزن، يأس، احباط، ده شعور كلمه واحده. تمام. فهتكتبي الشعور اللي حسيتي بيه من كلمه واحده، وهتكتبي لو في احساس جسدي حسيتي بيه. خلاص. وهتكتبي هو ايه اللي جه في دماغي ساعتها، ايه اللي نرفزني، ليه اتضايقت كده. فانا هكتب الموقف، هكتب الشعور، هكتب الاحساس، واسال نفسي ليه، ايه اللي جه في دماغي، يعني ايه الافكار. تمام. بعد ما تكتبي الحاجات دي، هل عجبك الطريقه اللي انت اتصرفتي بيها؟ اه او لا؟ طيب تحبي تتصرفي بطريقه ايه تاني غير كده؟ والطريقه التانيه دي
ان انا مثلا كنت ابقى اهدى، ان انا مثلا اعرفه غلطه، ان انا اتبع مثلا التربيه الايجابيه، ان انا اتبع اي طريقه تربويه انا كنت اتعلمتها، تواصل لا عنفي مثلا، اي طريقه تربيه انا اتعلمتها كان نفسي اتعامل معاها بالطريقه دي. طيب الطريقه دي في الموقف ده بتتعمل ازاي؟ طيب ايه اللي يوصلني لحاله الهدوء اللي تخليني اتعامل بالطريقه دي؟ قد تبدو ليك الاسئله دي انها عاديه، بس وقت ما تكوني متنرفزه ومتعصبه وبعد ما تهدي وتحكي مع نفسك الحاجات دي هتكتشفي بلاوي. ومن فضلك لو اكتشفتي حاجات ليها علاقه بالطفوله بتاعتك او حاجات من الماضي، او اكتشفتي ان في حاجه لا عميقه، الموضوع مش بس انا متضايقه عشان خاطر هو اتاخر على التمرين، من فضلك الجئي المتخصص، مش عيب ولا غلط ولا حرام. تمام. لو ماضي، خاصه استشاري تحفيز متخصصين في الماضي، متخصصين في الماضي وفي الحاضر، اللي انت ازاي تقدري تطلعي من ده لغايه الحاضر، ازاي ان انت تعالجي المشاكل اللي في الماضي اللي بتعدي عليكي، ازاي تعالجي الطفل الداخلي، ازاي تقدري تنميه وتحفزيه وتخليه يمشي بالطريقه الصحيحه معاكي، اللي هو في وقت الغضب بيطلع غصب عننا. تمام. فدي حاجه. الحاجه التانيه اللي انا بكررها كتير جدا 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 جدا: نص ساعه يوميا، اصحي الصبح بدري قبل الولاد، تقومي بعمل شيء انت بتحبيه، يفرق معاكي انت، هوايه سبتيها من زمان، تمشيه، رقص، تنطيط، تمارين، صلاه، اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه. نص ساعه ليكي، نسميها باسمك، نص ساعه اميره. دي وقت اميره، دي وقت شريهان، دي وقت حبيبه، دي وقتك. خلاص. نص ساعة اظبطيها بالمنبه قبل ما هم يصحوا، قبل ما تبدأي، اللي هو الوقت اللي انت بتصحي عشان تحضري فيه اللانش بوكس او تعملي فيه حاجة، او حتى في ايام الاجازة العادية، نص ساعة بدري بس، نسميها النص ساعة بتاعتك، اعملي فيها الحاجة اللي تعجبك. لو داومتي على ده، اولا بتبدأي تحققي ذاتك بالحاجات اللي انت سبتيها زمان، تحسي برضا وفرحة وبانبساط وهدوء قبل ما تبدأي تلجئي لليوم بتاعك او تبدأي في الطبيعي بتاع اليوم بتاعك. تخيلي لو انت بدأتي اليوم هادية، فبالتالي اي مؤثرات خارجية هتيجي عليكي هتستقبليها بطريقة افضل من العادي، هتقدري تفكري فيها بطريقة اكتر، بطريقة اهدى، بطريقة متصلة اكتر بالواقع وبالعادي وبعمرك وبالطبيعة، وان انا مش متصرفة اوفر عن الموقف او عما يستحق هذا الموقف. تمام. فانا الخطوه الاستباقيه بتاعتي، لو انا عندي غضب، لو انا عندي كذا، لو انا عندي كذا، نص ساعه بتاعت اليوم، وبالليل قبل ما انام اقعد اكتب لو حصل موقف معين وحش وازاي الاسئله اللي انا قلتها دي كلها. وبعد كده تروحي ختمه بتمرين الامتنان، ان انت تفتكري 3 حاجات حلوه ربنا رزقك بيها النهارده. لو ما لقيتيش اي حاجه منها، ان انا ربنا يسر لي الطريق النهارده لمدرسه ابني، يسر لي الطريق النهارده، رزقني بالفلوس بتاعت التمرين، ان انا ربنا والله يكفي يكفي وكفى بها نعمة السقف والبيت والسكن يا كفى بها نعمة، ملكنا الدنيا يعني وما عليها الحمد لله. تمام. فتفتكري حاجة امتنان قبل ما تنامي عشان تصحي طاقتك كويسة والدنيا حلوة. وكمان بنعمل ده مع الأطفال، حتة تمرين الامتنان قبل ما ينام. لو في ناس بتعمل ده على طول مع أولادها، اللي هو إيه الحاجة الحلوة اللي ربنا رزقك بيها النهاردة؟ إيه الحاجة الحلوة اللي ربنا رزقنا بيها النهاردة؟ مثلا خلاص اتعودوا، وانت كتير كنت بتساليهم او كتير معوداهم على التمرين الامتنان، ايه اجمل حاجه عملتها لحد النهارده؟ ايه الحاجه الحلوه اللي انت عملتها لحد تاني غيرك النهارده؟ فهتعلميه العطاء، وهتعلميه ان هو يعمل حاجه لغيره، عشان ماما تسالني بالليل وابقى عملت، طب وليه يا ماما اعمل حاجه لغيري؟ طب ما اعمل لنفسي، حتى لو لاخته، حتى لو ليكي، حتى لو لبابا، للبواب، للناني، لاي حد. ايه الحاجه الحلوه اللي عملتها لحد النهارده؟ مثلا ساعدت انني مثلا ان انا رتبت هدومي لوحدي مثلا، يعني وانا في المدرسه مثلا ساعدت المدرسه مثلا، اديتها ال- الماركر بتاع الوايت بورد مثلا، اي حاجه. فبتساليه عن 3 حاجات انت عملتها حلوه لحد النهارده، حد قال لك مثلا شكرا، او حد اتبسط، حد ابتسم لك وانت بتعملها، وانت حسيت بايه. فانت ده بتبداي تاخدي تمرين الامتنان لحاجه اكبر واعمق منها العطاء، اللي هي اصلا في الاخر هتروح محسساه برضا داخلي طبعا. والعطاء يعني اول حاجه بتحسس بالرضا الداخلي عن النفس، والبهجه كمان والسرور جدا بدرجه كبيره جدا. فلو انت زرعتي ده جواهم قبل ما يناموا، فيصحى الصبح المود بتاعه افضل، لو هو من الطبيعي ان بيصحى المود بتاعه مش حلو. تمام.
ونحضر الحاجه قبلها زي ما قلنا، خلاص زي ما قلنا في الوقت والكلام ده. فحضرتك هتاخدي الخطوه الثانيه اللي انا بقولها لك، اللي هي الاستباقيه. لو في حاجه بتشكل مشاكل على طول، شوفي ممكن تطلبيها ازاي بطريقه مختلفه. لو حاجه على طول انا بطلبها بالصوت ما بينفعش، فحضرتك الاول بتقولي قبل ما هم يبداوا ينشغلوا بحاجه ثانيه، بتنبهي وبتقولي فاهمين انا قلت ايه، طب ايه اللي انا قلته، طب ايه اللي مطلوب منكم، كذا كذا كذا. ما عملوهوش، فبتيجي قبلها تحب قبل ما بتمشي تحب افكركم قبلها بقد ايه، عشان لو الوقت ضاع منكم، او مثلا يا ماما بننسى، او اقول لهم انا لاحظت ان انتوا بتنسوا، تحب افكركم قبلها بقد ايه، ولا نظبط منبه، ولا تظبطوا انتوا منبه. فبتعرضي الايه ان الطريقه اللي تفكركم ايه، يعني انا ولا منبه، ولا انتوا هتظبطوا منبه، ولا حاجه تانية هتعملوها عشان تفكركم بتعملوا الحاجه الفلانيه. تحب افكركم قبلها بقد ايه، فبتروحي قبلها بربع ساعه بتفكريهم على فكره جه الوقت فاضل ربع ساعه، وبتمشي. ما تقدريش تزعقي، خلاص فاضل 5 دقايق او 10 دقايق، بتيجي بتشاوري على الساعه فاضل 5 دقايق، فبتروحي عامله تصرف ان العاقبه بتاعت ان لو الحاجه دي ما اتعملتش، وتكون عاقبه متصله محترمه للطفل قابله للتحقيق، وفعلا تقومي بيها علشان ما تبقاش عقاب. تمام كده؟ فدي حاجه استباقيه وطريقه بتتعاملي بيها لو انت حاجه على طول بتروحي مكررها وما اتعملتش، بتكرريها كتير بالكلام ومش نافعه. الحاجه دي على طول احنا محتاجين انها تحصل عشان كذا كذا كذا. تفتكروا ايه اللي يساعدنا علشان نعمل كده؟ نعملها بأنهي طريقة؟ انا اقدر اساعدكم ازاي؟ لو انا باخد كل يوم نص ساعة وبهدي نفسي فيها، وابدا لما تحصل حاجه ابدا افكر شويه، او ان انا اسيطر على الغضب، هتلاقوا برضو السيطره على الغضب وغضب الامهات هتلاقي برضو ليه محاضره. لو انت بتعملي الحاجات اللي موجوده فيها هتلاقي نفسك الموضوع بقى اهدى. مش هقول هتبقي هاديه خالص خالص خالص، لا، ده في حاجات بتشتغلي عليها، ولكن اهمها ان انا باخد خطوه استباقيه، بقفل مخي عشان ما بقاش قاعده شغاله بالفايت اور فلايت مود، اللي هو يا اما بهجم يا اما بدافع يا اما بهرب، لا. فبدل ما انا عايشه على طول بالفكر ده، انا عايزه اعيش بالعقلانيه او الهدوء النسبي على الاقل، ان انا اقدر اتعامل، ما بقاش على طول اعصابي سايره، ما بقاش على طول نفسيتي تعبانه، ما بقاش على طول متنرفزه على طول، مش طايقه حد يقول حاجه، او مش طايقه حد يتكلم يعمل حاجه، عشان انا مخزنه كتير قوي. فتعودي تكتبي، تعودي في كوتشز، وفي لايف كوتشز، وفي ريليشن شيب كوتشز، بسم الله ما شاء الله، يعني المجال بتاعنا كبير ومليان. ففي كتير ناس جدا جدا ممكن تلجئي اليها، ممكن تكتبي اللي انت بتتعرضي له وتفهمي جاي منين، طب وليه لقيتي نفسك استك في حته او وقفتي في حته، الجئي المتخصص في الجزئيه دي. آه، ادي لنفسك وقت، ادي لنفسك اولويه، عشان انت حقا من غير وجودك انت البيت ده كله هيقع، حرفيا من غير وجودك البيت كله هيقع. فلو انت شايفه ان انا لا، لما احرق نفسي بالكامل ده ليهم، فانت اكنك بتقبلي ان البيت كله يتحرق عشان انا بحرق نفسي بالكامل. ده مش صح. وربنا طلب مننا حاجات معينه، ما طلبش مننا احنا نحرق نفسنا بالكامل، ما طلبش مننا ده خالص 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 خالص. فاخدنا الخطوه الاستباقيه. طيب ايه كمان عشان نستعد للدراسه؟ علشان كمان نستعد للدراسه لازم اخد بالي من حاجه مهمه جدا. لو انا دايما بشد في شعري في وقت المذاكره، فلازم اكون واخده بالي من حاجه. اولا نمط ابني في المذاكره ايه هو، الذكاء العالي عند ابني ايه هو، يعني في ذكاءات متعدده، في ذكاء بصري، في ذكاء سمعي، في انواع مختلفه من الذكاءات. فبالتالي لازم اكون عارفه انهي نوع ذكاء بين ابني الاكبر، يعني انهي نسبه فيه اكتر، انهي طريقه مذاكره بتنفعه اكتر. ممكن اكون انا الطريقه المذاكره اللي انا بذاكر بيها اللي هو يلا ونقعد ونسمع وكذا، وهو طفل حركي، فانسي، هو هيقعد تلت ساعه ويقوم يتحرك 10 دقائق، مش هيقدر يقعد لك اكتر من كده، والا هيفرهدك في المذاكره. طيب لو طفل بصري وانت حضرتك مصره تدشي كلام، فهو هيفضل باصص لك في الكتاب ومش فاهم حاجه. طفل بصري يبقى لازم تزودي الصور كتيره قوي، او توصفي له بطريقه الصور الحاجه لو هو حد كبير. او ممكن لو طفل سمعي ان هو ده مش عارف يذاكر وهو مثلا كبير، فتبدا تقترحي عليه عده حاجات، منها الخريطه الذهنيه. ممكن تقترح عليه انه يسجل الحاجات فويس ويسمعها بنفسه. ممكن تقترح عليه انه يعمل مجموعه من اصحابه وهو يقعد يشرح لهم. ممكن تقترح عليه ان هو يجي يشرح لك اللي هو فهمه النهارده من الدرس، لو دي طريقه بتساعده اكتر. ممكن الالوان، ممكن الرسم، ممكن الطريقه الابداعيه انه يسجله فيديو ويعمل قناه ليه وهو بيشرح هذا الدرس، وهتلاقيهم فريره هيعملوا حاجه زي كده. بس هيبقى الشروط اللي محطوطه ان هو بس هيشرح دروس، وانه بس هيعملها وقت معين.
فبالتالي هيتشجع عشان يعمل حاجه زي كده، وقد تصبح في يوم من الايام دخله، وقد تصبح في يوم من الايام موهبته. ليه لا؟ تمام. فتستفيدي من السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه بدل الطريقه السلبيه. فالطفل السمعي بيحتاج ان هو يسمع اصوات، ان هو يتكلم اكتر، بيحتاج ان هو يشرح. الطفل البصري بيحتاج ان هو يشوف الصور اكتر، بتفرق معاه الصور وثبات المعلومه في دماغه. لو هو طفل حسي بيفرق معاه ان هو يبدا يلمس الحاجه، او بطريقه حسيه يشم الحاجه. لو هي مثلا حاجات بقى، هتلاقوا المناهج الجديده فيها حاجات شم وتذوق ولمس والكلام دوت، ممكن تعمليها بحاجه زي كده. والحاجه التانيه، لو طفل حركه تحسبي الوقت بتاعه. من الحاجات اللي بتساعد وقت المذاكره، بدل ما نشد في شعرنا ان احنا نعمل روتين، نحط جدول نحفز اخر ما المذاكره بتحصل، نعمل عاقبه. لو وقت المذاكره ضاع، يبقى معناها ان وقت اللعبه او الحاجه المعينه اللي احنا هنعملها دي هتقل. مع المناهج الجديده هتلاقوا ان انتوا وراكم فعلا كميه حاجات كتيره جدا. فنصيحتي ليكم ان انتوا تستفيدوا بالطريقه الابداعيه اللي بيتحل بيها الواجبات، او بيتكتب بيها الواجبات، او بيتدرس بيها المنهج. هتفرق معاهم من غير ما تفضلوا تتذمروا وتتضايقوا من الحاجه. انا عارفه كبر حجم المناهج بالذات المصريه الجديده، انا فاهمه ده كويس جدا جدا. عايزه اقول لكم ان المناهج الجديده فعلا والله هي حلوه جدا، ولكن بتطبق بالطريقه الغلط، والمده بتاعتها اصغر، فالولاد مش عارفين يستفيدوا من الجمال اللي فيها. بس هي حلوه فعلا، يعني هي لو اتفردت كده في السنه هتبقى حلوه جدا. لو احنا فتره الدراسه عندنا اطول هتبقى حلوه جدا واسهل، وما ينفعش يمتحنوا بالطريقه العاديه. يعني ده اللي مفشل او بسبب فشل المنظومه الجديده، ان احنا بنشد في شعرنا وبنشتم فيها لان احنا قرفانين منها، فبالتالي الولاد بيتنقل لهم ده. فحاولي معلش تقللي الشتيمه، خليها في جروب الامهات معلش. وتبداي ان انت تخلي الجزئيه اللي ما بينكم، ان انت اولا هتهدي قبل الموضوع دوت، هتبداي تعملي روتين. هتبداي ان احنا ايه، هنتفق والله نص ساعه ونقوم ونعمل حاجه، وفي اخر اليوم هنعمل حاجه. الحاجه اللي هتتعمل دي تكون متصله بالولد نفسه، يعني الولد او البنت يكونوا بيحبوها، وحاجه تكون ترفيهيه، وحاجه ما يعني لو هي موهبه او حاجه تساعده. مفيش صوت؟ ما شاء الله مفيش صوت، مفيش صوت ازاي؟ هو مفيش صوت؟ لو في اي وقت الصوت وقف قولوا لي بعد اذنكم، تمام؟ ها، في صوت ولا؟ في صوت، اوكي. آه، في صوت، تسلمي لي. تسلمي لي يا حبيبتي. طيب، فزي ما قلت لكم كده، فاحنا هنبدا نعمل جدول، وهنقسم الحاجه، واشوف الطريقه اللي هو بيذاكر بيها افضل طريقه. واحاول ان انا لو كذا طفل وما يبقاش في مشتتات في الاوضه، واحاول ان انا افصل بينهم في حته المذاكره شويه. الحاجه الثالثه ان اطلب المساعده من بابا حبيبه، اللي هو في بعض الحاجات اللي انا مش قادره افهمها. وطبعا احنا عارفين طريقه الطلب من بابا حبيبه، ان احنا نعمل ايه؟ طريقه السندوتش الاول، كلمتين حلوين، وبعدين نطلب الطلب اللطيف، وبعدين كلمتين حلوين، وانت اللي لينا، والحته الجوانيه وكده لا، في حبيبتي والله. هو المشكله ممكن تكون عند حضرتك انت مش مشغله لسه المايك، فاستاذنكم برضو اكتبوا لها الطريقه اللي تشغل بيها المايك. بس فاحنا نطلب المساعده من بابا حبيبه، من مجموعه امهات لو هم الاولاد بيذاكروا مع بعض، او عندكم معاناه في حته معينه نعملها. لو في درس تقدري تعمليه اوكي، ما تقدريش تعمليه يبقى تشوفي مجموعه جوه الفصل نفسه ازاي يتجمعوا مع بعض. تستفيدي انت والامهات، مين تشرح ايه لمين. يعني ممكن انا مثلا شاطره في الماث، فاشرح الولد الماث، وصاحبتي تشرح الساينس، او يعني نتعاكس مع بعض، مثلا حد يشرح الرياضه، حد يشرح العلوم، حد يشرح العربي لو ممكن ده. او لو في حد اكبر نديله المسؤوليه الحلوه ديت. اوكي. آه، ففي ممكن نعمل القصه دي. بتساعد كتير، حلو قوي ان احنا نخلي في مساعده، نخلي في مساعده. علشان خاطر انا مش هقدر اقوم بكل حاجه لوحدي، وفي مواد انا مش هعرفها، وفي حاجات مش هقدر ادي فيها. ففي جزء انا هساعد فيه، في جزء بابا هيساعد فيه، في لو في مدرسه هتساعد فيه، في لو مش قادره يبقى اعمل مجموعه من اولاد اصحابي مثلا، ونحاول نعمل كده فيها. ان انا اكون عارفه انا عايزه ايه من ابني تحديدا. يعني هل انا عايزه لا تفوق جامد وبتاع؟ طيب التفوق الجامد قوي قوي ده ازاي بيتعمل؟ ازاي؟ او ابني ماهر في ايه ومش ماهر في ايه، شاطر في ايه ومش شاطر في ايه، في حاجه دي هتعدي، وفي حاجه لا، هو دي هو اصلا شاطر فيها، فزود شطارته فهيجيب فيها درجه عاليه، فيحس بالتحفيز اكتر. مش لازم ان انا لا، انا ضغط على كله ولازم كله، لازم كله، لا، ما بتبقاش صعبه.
بتبقى صعبة جدًا إن أنا لازم كُلّه إن أنا أختار إن هو كُلّه يبقى حلو فيه، كُلّه يبقى شاطر فيه، لأ طبعًا أكيد لأ، لإن في أطفال ذكاءاتهم مختلفة زي ما قُلنا، في أطفال طريقة الشرح بتفرق معاهم، في أطفال المدرس بيحبه أو لأ فبيفرق معاهم، ففي حاجات كتيرة أوي داخلة في ده، المهم إن أنتِ تعرفي هدفِك إيه من نهاية التعليم، هدفِك إيه في التعليم بتاعه ده نَفْسه، هدفِك يجيب إيه علشان يروح فين وهو يبقى فاهم. يعني هو يبقى فاهم ويبقى مستوعب أنا ليه باتعلّم أصلًا، طَب أنا ليه باذاكر أصلًا، طَب أنا ليه باقعد أعمل الواجب أصلًا، طَب هيفرق معايا في إيه لمّا أذاكر، عشان الأسئلة الوجودية دي بتيجي لِك كتير أوي، فأنتِ يا عيني بتبقي خلاص جايبة آخرِك فمش قادرة تجاوبي، ففي الطبيعي عشان ندّي نَفْسنا خطوة استباقية إن أنا أجهّز إجابات الحاجات دي، أنا فعلًا ليه عايزاهم يتعلّموا، طَب هيفرق في إيه لو هم اتعلّموا، طَب هيفرق في إيه لو ما اتعلّموش؟ طب وبعدين؟ يعني هو بقى بييجي يقول لي لأ مش عايز أتعلّم، طب وبعدين؟ مش عايز أعمل حاجة، طب ولمّا تكبر مش عايز أشتغل، طب ولو ما اشتغلتش عادي ما أنا هافضل عايش معاك، بتيجي لي الردود الحلوة دي. طب وبعدين؟ ما إحنا مثلًا هابقى كبيرة ومش هاشتغل، فأنت لازم ساعتها تبقى تشتغل، وعشان تشتغل لازم تكون متعلّم. يعني هاتوا آخركم في الأسئلة، اعرفوا الإجابات كويس جدًا لغاية الآخر خالص، عشان لمّا ييجي يسأل الأسئلة الوجودية دي تروحي مجاوبة على السؤال بس يالّا بينا إيه رأيك نكمّل كذا؟ فتجاوبي على السؤال، ليه؟ لإن أنتِ عارفة الإجابة، لإن جزء مننا وده سر بقى تلاقي نفسِك متعصبة ليه؟ لإنِّك مش عارفة الإجابة، أو مكسوفة تجاوبي، أو مستنية إن مثلًا وخصوصًا لو مثلًا بيسأل سؤال بقى جنسي، فبتستغربي، بتتصدمي، مش عارفة إيه كده، يا إما أنا مش عارفة الإجابة، يا إما بتتخنقي من كتر الأسئلة لإنها ما فيهاش حِل المناهدة. فما فيهاش حلم المنافسة جاية من إن أنا ما خدتش نُص ساعة بتاعتي الأول، أنا مش منظمة اليوم، أنا في حاجات أنا مش منجزاها وتعبانة ومتضايقة وما فيش حاجات كتير محضّراها، فاليوم بتاعي كلّه متكركب. فمن ضمن الخطوات الاستباقية لو حضرتِك بتشتغلي بعد إذن سيادتِك تحضّري زي ما كانت أهالينا معلميننا إن إحنا في أيام الأجازات باحاول أحضّر أجزاء من الوجبات جوّه الفريزر. لأ، أصله بيحب الأكل طازة بطازة كل يوم، حلو أوي، في حاجات ممكن نحضّرها، تتبيلة الفراخ يعني طبعًا دلوقتي بقت الموضوع ده صعب، بس اللي هو يعني ربنا رزقنا والّا حاجة، تتبيلة الفراخ، تتبيلة اللحمة whatever اللي بيتحضّر بتروحي محضّراه، جزء منها الترتيب، يعني جزء من اللي بيشيل عليكِ العبء والنرفزة والعصبية إنِّك تبقي منظّمة. جزء من اللي بيوديكِ في داهية إن أنتِ بتحسّي إن أنتِ مستهلكة، فأول ما بينزلوا تقولي إيه ده أنا هاعمل وأعمل وأعمل وأعمل، تلاقي نفسِك مسكتِ الفيسبوك وقعدتِ تفرّي فيه وهوبا الساعة بقت 14:00 يالّا يا ستّ الكل ما عملتيش الأكل وما حضّرتيش حاجتِك والشقة متكركبة وليلة بيضا. فعلشان تخرجي من ده، أولًا في حاجات اسمها تنظيم الوقت برضه هتلاقي محاضرة زي كده، ثانيًا من فضلِك ابعدي عن المشتتات واعرفي أنتِ عايزة تعملي إيه، جهّزي نفسِك من قبلها بيوم. أنا من الناس اللي مثلًا ساعات في حاجات ما باعرفش أجهّزها من قبلها بيوم، ولكن باتفادى إن أنا في على الأقل أنا بابقى مرتّبة مثلًا إن الجدول والله بتاع الأكل كذا، 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 كذا الأسبوع ده طالما أنا باشتغل، عادي جدًا، عادي جدًا، باروح محضّرة نَفْسي على أساس كده، ليه؟ لإن أنا عارفة إن وقت والله الفُلاني ده أنا هاشتغل فيه، أول ما هيرجع هابقى أنا محتاجة أعمل الأكل، هابقى كذا، هابقى كذا، خلاص طول ما أنتِ مضبّطة نَفْسِك أو مرتّبة نَفْسِك من قبلها بوقت، بتبقى الدنيا حلوة أوي. علشان لمّا ييجي حتى لو جات في يوم أو 2 أنتِ خلاص تعبانة مُجهدة، على الأقل أنتِ عارفة إن أنتِ هتقومي على طول في كذا هتطلّعيه، في كذا هتعمليه. فالترتيب والتنظيم بيساعدِك جدًا إنه يخفِّف من عليكِ العبء أو تحسّي بالفشل، لإن إحنا لمّا بنبقى يعني إيه، ده أنا ما روّقتش، ده أنا ما عملتش، ده أنا ما رُحتش، ده أنا ما جبتش الطلبات، ده أنا ما عملتش كذا، فبتحسّي بالفشل وعدم الإنجاز، فبتتضايقي وبتنرفزي، وبيسحب من طاقتِك اللي أنتِ محتاجاها عشان المذاكرة وعشان الهموم. فهمتِ الدايرة ماشية إزاي؟ فدي من ضمن الاستعدادات، الترتيب. التنظيم بقدر الإمكان. لو حضرتِك امرأة عاملة لازم تعوّدي نفسِك إن أنتِ توضّبي حاجات في خلال الأسبوع. طيب لو سِت بيت زي الفل برضه عوّدي نفسِك على حاجتين مهمين جدًا. الله يسلمِك يا حبيبة قلبي. أول حاجة إن أنتِ تتعلّمي إنِّك تخلّي في وقت ليومِك للبناء الشخصي بتاعِك ولبناء دماغِك، حتى لو أنتِ سِت بيت. مش معنى كلمة سِت بيت إنِّك تنعزلي عن البيئة الخارجية، وإلا مش هتعرفي تربّي، مش معنى إنِّك سِت بيت إن أنتِ تنعزلي عن أي علم جديد حتى لو مش هتشتغلي بيه، علم علشان ولادِك، علم عشان جوزِك، علم عشان حياتِك، علم عشان هتتسألي من إن في توفير علم كتير موجود حواليكِ في كل حتة ببلاش، موجود في كل حتة ببلاش، فأنتِ حضرتِك إزاي ما بتعمليهوش؟ ده أنتِ مقصّرة أو ما بتتعلميهوش ليه؟ مقصّرة في الحتة دي.
فحضرتك لازم تتعلمي وتثقفي نفسك، تشوفي كورسات مجانا، تشوفي ملخصات الكتب على اليوتيوب، تشوفي محاضرات زي ديت وتسمعيها، تتعلمي قرآن، تتعلمي سنة، تتعلمي فقه، تتعلمي حاجة تفيدك في دينك ودنيتك. دينك ودنيتك الاثنين، الاثنين، عشان تبقي ام متوازنه تربي اولاد متزنين اسوياء. الاثنين. خلاص. مش هينفع تاني زمن ان انا ابقى ام موجوده في البيت ما بشتغلش وبعمل اجمل وظيفه في الدنيا وهي تربيه ورعايه الاولاد عشان اربي مجتمع سليم. مش معناها ابدا ان انا انعزل عن كل حاجه وابقى يا دوبك ينزلوا عشان اخد نفسي واشرب كوبايه القهوه وارغي مع فلانه وخلاص. لا، لازم تخلي لحياتك هدف، لازم تخلي لحياتك حاجات تعمليها وتثقفي نفسك فيها. ده مهم ليكي جدا 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 جدا، وللتربيه ولعلاقاتك وكل حاجه. تمام. فبالتالي قسمي برضو اليوم بتاعك، حتى لو انت مفيش دوام مفيش كذا، لا قسمي اليوم بتاعك. مثلا والله النهارده كل يوم هسمع نص ساعه، نص ساعه بس في المحاضره، نص ساعه بس تلخيص كتاب، في تلخيص كتب في تلت ساعه. يعني انت ممكن في ساعه تسمعي كتابين، في ساعه واحده تسمعي تلخيص كتابين يفيدوكي. ايه المشكله؟ هلاقي نفسي محققه ذاتي في حاجات، هحس بالرضا والانجاز، فبالتالي هينعكس على تقدير النفسي وصورتي الذاتيه. فبالتالي لو حد قال لي نقد، لا عادي جدا وما استقبلوش على اعصابي واخد واحرق في دمي. لو حد من ولادي قال لي ما انت يا ماما كده مش عارفه، فبتضرب عندي جزئيه ما هو ليه حق، ما انا مش عارفه، ما انا بقيت بقى ام بقى عادي بقى يعمل فيا اللي هو عايزه بقى، ما انا مش متعلمه، ما انا مش عارفه، وتروحي قايمه عليه واكلاه. ليه؟ مش علشان الكلمة طبعا اللي هو قالها غلط، بس عشان كمان العمق بتاعها انها خبطت عندك في حاجة، خبطت في معتقد، خبطت في قيمتك الذاتية، خبطت في تقديرك الذاتي، خبطت في في صورتك الذاتية. فشكرا تدمرك. ليه؟ لا، جزء من صورتي الذاتية الإنجازات اللي أنا بنجزها. قد تكون انجازاتي ان انا النهارده رتبت البيت كويس، فلما جم عملوا الحاجه فما الدنيا ما كانتش متركبه زي الاول. قد تكون انجازاتي ان انا النهارده قدرت امسك اعصابي فما تركزتش عليهم، فبالتالي عملت حققت حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان انا قدرت امسك نفسي وقت الغضب. والله والحاجه الثانيه كمان بالتالي لما انا عملت زوجي فعملته بنيه كويسه، فالدنيا كانت احلى واهدى النهارده، فده انجاز. انجاز ان انا اصلا اتعلمت، وان انا اصلا اتجوزت، وان انا اصلا بربي ولادي، وانجاز ان انا ولادي الفلاني عمل وعمل وعمل. ده من ضمن الانجازات اللي انا عملتها او ساعدت في تحقيقها، فبالتالي ده جزء من انجازاتي. ليه؟ لان انا صورتي او الحاجه اللي انا عاملاها او دوري في الحياه الاكبر هو الام. فبالتالي جزء من انجازاتهم هو انجاز ليا لاني قدرت احقق ده. علشان تبقي امرأة سوية، ست سوية، أم سوية، تقدري تربي أطفال أسوياء. فالاستعداد قبل الدراسة بيجي منها الحتة دي، ترتيب اليوم بتاعك بالذات، لأن الوقت اللي هم بيروحوا فيه الدراسة قليل، والوقت اللي بيرجعوا فيه من المدرسة بيبقى كارثة بكل المقاييس. بيبقى فيه تمارين وبيبقى فيه دروس وبيبقى فيه أكل وبيبقى فيه نوم بدري عشان يصحوا تاني يوم. فبالتالي اليوم بتاعك لو ما ترتبش هيضيع من ايدك، وهتبقي بتلفي في دايره عدم الانجاز وعدم النجاح والضيق والخنقه والزعيق والشخط والنطر، وتبقى ليله بيضاء علينا طول الترم. فنبدا نعمل الجزئيه دي عشان نقدر ان احنا نتصرف كويس عن كده. من الحاجات التانيه كمان اللي لازم تستعد لها قبل المدرسه او قبل الدراسه لما تيجي، احنا قلنا ان احنا استعدينا نعد كمان ولادنا ازاي، ان احنا والله هنبدا نقعد معاهم قعده يوم الجمعه او السبت، ان والله بص ده احنا الترم الاولاني انت جبت حاجات حلوه، وبص عشان انت ذاكرت وده كان مجهودك والمجهود بتاعك باين. بص الترم دوت هيكون كذا وهيكون كذا وهيكون قصير فمحتاجين كذا ومحتاجين كذا. تبداي توضحي له الحاجه، مش في رغي كتير، مش في كلام كتير. الولاد ما بيبقوش يستحملوا انت تقعدي ترغي وتدي محاضره كتيره. في نقط معينه قولي نقدر نعمل ايه، ايه الحاجه اللي عايز ما نعملهاش تاني ونقدر نعملها ازاي، ويلا بينا قوم روح العب او قوم نعمل حاجه مع بعض. بس تلت ساعه بالكتير تتكلمي، او يعني 10 دقائق تتكلمي واسمعيهم. فكل الموضوع على بعضه تلت ساعه وبس انتهى الموضوع. بس تعدي وتتكلمي وتقولي وتفهمي إيه اللي هيحصل. وممكن بقى في بقيه اليوم، طب يلا هنعمل الجدول الفلاني عشان يساعدكم في الوقت الفلاني. طب ايه رايكم ننبه انهي اللي ممكن يساعدنا لما نعمل الحاجه الفلانيه؟ ايه الحاجه اللي مين فيكم هيتولى مثلا مسؤوليه كذا، مين فيكم هياخد مسؤوليه كذا. قد يكون الكلام اللي انا بقوله حاسين ان هو يا ستي ايه اللي انت بتحكيه ده، ما بيعملوش كده خالص. كملي واستعدي انت على الاقل، وخدي خطوه استباقيه واصري على الموضوع وداومي عليه، وهتلاقي الموضوع بيجيب نتيجته في الاخر. الناس اللي عندهم النظام وعندهم ما بيخلقوش الصبح وهم نازلين كتير جدا.
محتاجين ايه، هم خلاص عرفوا اللي مطلوب منهم، او عرفوا ولادهم بيجوا بأنهي طريقه، عرفوا المشاكل اللي ولادهم دايما بيعملوها فبداوا يتفادوها، عرفوا الحته اللي هم كانوا واقعين فيها فخرجوا منها، منظمين نفسهم اكتر، منظمين الوقت بتاعهم اكتر. فبالتالي ما تسمعيش الخناق والزعيق واللي انت على طول بتعاني منه كل يوم. حلو كده. يجي للبعبع الجميل اللطيف الظريف بتاع اللانش بوكس ومشاكله اللي كل شويه جروب المامز يبعتوا لك عليه. بص، انا هقول لكم رايي المتواضع في مثل هذا الامر. جزء من العبء اللي احنا بنحطه على نفسنا ان لازم يبقى زي سوسو ولولو ومودي وبتاع. انا اتفق معاكم ان احنا في الاخر عايشين في وسط مجتمع، مش في وسط حاجه، يعني مش عايشين لوحدنا. ولكن لا تعني اني لازم ابقى تيبيكال اللانش بوكس بتاعها. ليه؟ لان كل واحد ليه ظروفه، واصلا دلوقتي هتلاقوا الناس كلها ظروفها طالع عينيها يعني. ولكن في بعض المدارس لا والله فيه. طيب انا بقى هغرس جوه ولادي ايه اللي عندنا، واحد اتنين تلاته، وممكن ان انا مثلا ازود في كذا. تحب كذا ولا كذا؟ لا مش عايز، لا مش عارفه ايه، خلاص يا حبيبي انا على العموم هحطه، لو ما اكلتوش او حاجه خلاص براحتك. وانتهى الموضوع. وانتهى الموضوع. اصل لا، اصل مش هياكل، اصل هياخد من حد تاني، اصل مش عارفه هيعمل ايه، يعني سيبنا ابني كده يعني اظلمه يعني. ما بيحصلش كل القصه اللي بتدور جوه دماغك دي. لان هو لو جاع فهو هياكل بكل بساطه. احنا اللي بنبقى متخيلين ان هو الموضوع زي جوه البيت. لو ادانا، لو ما كنتش اجري وراه بطبق الرز بالملوخيه مش هيخلص ويفضل طول اليوم من غير اكل. حضرتك روحي كده سيبيه مع تيتا مشوار واخرجي، او مع خالتك او مع اختك واخرجي. هتلاقي الواد واكل وزي الفل وعادي وخلص الطبق بتاعه وقاعد وما عملش نفس. فتيجي بقى تخيلي تقول لك ايه، على طول قاعده بتشتكي من الواد كده، الواد زي الفل. مشكله فيكي. عايزه اقول لك ان معاها حق، مشكله فيكي. ليه؟ لان انت جواكي مخاوف كبيره عظيمه عن انه لو ما كانش هيموت من الجوع. انا ما بقولش ان احنا نعذبهم، بس بقول ان احنا جزء من ان انا اخليه يحترم الاكل ونعمه ربنا وان هو يتحمل مسؤوليه ان هو ياكل. احنا بنبقى فاكرين ان هو لا، طب افرض جعان وما قالش. حلو. جعان وما قالش، يبقى انت مش معلماه ان هو يحس بالجوع، او ان هو اصلا انت ما خليتهوش يحس بالجوع عشان يعرف ان ده اسمه جوع فيقوم ياكل. ده انت قاعده تتفسي ليل ونهار فهو اصلا مش حاسس بالجوع. اصلا انت نسيتيه الاحساس ده او الشعور ده. والولاد جوه المدرسه بيشجعوا بعض لوحدهم وبياكلوا على فكره. ودي من الحاجات اللي بتصدمك، يعني انا من الحاجات اللي كانت بتصدمني ان انا في الحضانه كنت افتكر ان انا ابني زمان لا ده ما بياكلش ومش هياكل عشان بيعيط وبتاع. اول ما اخرج في الكاميرات عادي جدا، وببقى عايزه بقى اشد في شعري، كنت زمان بقى الكلام ده. اكتشفت ان هو فعلا الموضوع ان انا كأم انا اللي مكبره الدنيا جوايا عشان عاطفه الامومه، لكن هتلاقي في العادي لا، الموضوع ده ما بيحصلش كده. فمن فضلك ما تجهديش نفسك بزياده، ونعود اولادنا ان في كذا وكذا انا اقدر اجيبه، وفي كذا وكذا ما اقدرش اجيبه، في حاجات ممكن اجيبها اخر الاسبوع، في حاجات ما اقدرش، في حاجات ممكن الاسبوع الجاي نعملها، في حاجات ما اقدرش، في حاجات ممكن اقدر اعملها في البيت اوكي، في حاجات لا ما اقدرش. تمام. او ما اقدرش ان انا اوفرها دلوقتي، او ان احنا هنوفرها في الوقت الفلاني، او هنعملها في الوقت الفلاني. ولا غلط ولا عيب ولا حرام. احنا ما نعرفش المستقبل فيه ايه. الحاجه التانيه ان انا بدرب ولادي ان هم يقدروا يعيشوا او يتقبلوا فكره ان في حاجه موجوده وفي حاجه لا. لان انا لو بعشت بفكر ان لا انا مش هخليه يتحرم من اي حاجه ابدا، فانا بربي ولد في بقه معلقه ذهب. لو حضرتك جه الزمن جرى عليه هيطلع عين اللي عايش معاها وهيطلع عينك انت شخصيا. يعني لو الزمن جه عليه وما بقاش كل حاجه متاحه، يا هيضيع يا هيحصل له اكتئاب يا هيعمل حاجه غلط عشان يحصل على نفس المستوى. بتبقى بلاوي سودة، فانا في غنى عنها. الاقتصاد التوسط العادي اللي هو انا عادي في وسط المجموعه بتاعتي عادي تمام. لكن مش لازم يبقى بالظبط بالظبط بالظبط. انا بقول الوسطيه حلوه، التوسط ده حلو. احنا امه وسط. توسط حلو، ابقى معوداه ان ممكن والله في الحاجه الفلانيه موجوده وممكن في لا. ممكن في وقت هتسمح وفي وقت لا. في وقت هتبقى الحاجه موجوده دي وفي وقت لا يا حبيبي. عادي مش مشكله. اه. انا اللانش بوكس اللي بيجي والله ان انا اللانش بوكس اللي بيجي في الاعلانات ده يا جماعه والتيك توك والكلام، ما تصدقوش الكلام ده يا حبايبي. تصدقوا لو وديته بورق عنب ووديته بمحشي والكلام ده هبل جدا يعني، وانا شخصيا ما بصدقوش.
ولو ناس بتعمل كده فده مش عارفه بصراحه دي في انهي مدارس اللي بتعمل الحاجات ديت، فانا ما بصدقش اصلا الكلام اللي بيتقال، انه مش طبيعي ومش منطقي ومش اي حاجه. الهدف النهائي من اللانش بوكس ان ما تخليهوش هو مجرد حاجه بحط فيها الاكل عشان يعني اكثر حداثه من كيس النايلون بتاعنا، علشان خاطر هم ياكلوا والحاجه تبقى محفوظه بصوره جيده. انا ما عنديش مشكله ان الصوره تكون محفوظه بصوره جيده، عادي جدا. لكن عندي مشكله ان انت تجهدي نفسك ماديا وجسديا عشان تصحي من الصبح تدوري على نوع السندوتشات اللي هتعمليها في اللي مش عارفه ايه. اهدوا يا جماعه على نفسكم شويه، الحياه فيها حاجات تانية تعملوها، في حاجات تانية اهم وابقى، في حاجات تانية ممكن ان هم ياكلوها عادي في الغدا لما يبقى، على فكره عادي جدا، عادي والله. لو انا عودتهم على كده، لو انا عملت الحاجه الفلانيه، لو انا مش دايما على طول في الصبح في ناجتس وفي كذا، لا ممكن اعمل حاجات تانية. ايه المشكله؟ اجربهم يدوقوا حاجات تانية. على فكره احنا في الجيل ده اولادنا اللي بدأنا نشوف ان العادي انه يبقى هوت دوج وهمبرجر او برجر وهوت دوج وبتاع، ولازم ياكل كده. في حين ان هو في اوقات والله بسمع منهم اللي هو لا، ما انا عايز جبنه، قولوا ربنا. وانت بقى اللي نازله ومكلفه وبتاع، ساعات بيبقوا كده. فاديهم الفرصه ان هم يدوقوا حاجات تانية، وما تخلوش الحاجه اللي هي باي ديفولت ان هي زيهم زي الناس التانية بالظبط. ما تضغطيش على نفسك ماديا وجسديا علشان حاجات هي في الاخر كلها تتساوى في الاخر. وما تديش ليها الاحساس الكبير، لا هيحس بالنقص وسط اصحابه، فتروحي بقى مسقطه حاجه نفسيه كبيره جدا مش بتيجي ابدا من اللانش بوكس، ان هو بس اللانش بوكس هو اللي بيعمل الاثر ده. لا حضرتك، لو انت في حاجات تانية في التعامل هيحس بالنقص اكتر من اللانش بوكس على فكره. فما تديش اللي انا اقصده، ما تسقطيش مشاعر قويه قوي على حاجه بسيطه ممكن تعدي، وان انت بتعالجيها نفسيا بطريقه صح، ان انت بتفهمي ابنك ان في كذا وفي كذا. ما تسقطيش عليها كثير من المشاعر، فتروحي مخليه ولادنا بقوا عاملين زي الجيلي اللي لازم معامله معينه والا يبوظ منك. يعني لازم درجه حراره والا ما يمسكش، لازم سقوعيه والا ما ينفعش، ولو قعد شويه في الحر يدوب. فاولادنا بقوا جيلي، ما عندهمش متانه نفسيه، ما عندهمش مرونه نفسيه، عندهم هشاشه نفسيه، اللي هو اي ما حد يعمل لهم اي على طول. ما عندهمش القوة اللي عندنا في التحمل، ان عادي دي مش موجودة، ده كذا ده كذا. اللي بيديها الصيام، اللي بيديها ان لا انا ما معيش فلوس دلوقتي، لكن تعالى نفكر ازاي نحوش فلوس من الحاجة الفلانية عشان اجيب لك اللعبة الفلانية. انا مش هقدر اجيب ده دلوقتي، لكن بكرة ممكن اجيبها لك، وتصدقي في الكلام فيصدقك فيطوعك. يعني مثلا لا والله يا حبيبي انا الاسبوع ده مش هقدر، ولكن وعد مني يوم الثلاث مثلا الجاي هجيب لك الحاجه الفلانيه، لو قدرنا نحوش كده وعد مني هجيبها لك، وجيبيها يوم الثلاث زي ما وعدتي. طالما وعدتي مش قد الوعد ما تقوليهوش. ده هيدي مصداقيه للولاد وهيصدقوكي، فيدي متانه ومتانه، يعني هي ما تبقاش متانه، اسمها مرونه نفسيه اكتر. ليه؟ لان معناها ان انا لما بتعرض للكسر بقف تاني، او لو حاجه موقف صعب بيعدي عليا بقدر تو ريباوند اجين، ان انا اقدر اقف اعيد توازني مره اخرى. تمام. فدي برضو من الحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم منها. دي كانت محاضره النهارده عن الاستعداد للمدارس. احنا بدأنا الساعة 6 على فكرة، عشان انا عارفة ان في ناس كتير قوي بتتلخبط ان احنا 7 بتوقيت مكة فبيفتكروها بتوقيت مصر. احنا بنبدأ 6 توقيت مصر، 7 توقيت مكة. فخلصت كده المحاضرة بتاعتكم، او خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة. لو حد ليه أسئلة يا ريت تكتبها لي على الخاص، راح المحاضرة هكتب لك، هقول لك دلوقتي ردي بعد التسجيل. وايه تاني؟ اهم الحاجات اللي انا بقدمها استشارات تربويه، استشارات دعم نفسي بما اني، او جلسات دعم نفسي بما اني استشاري تحفيز. بقدم كورسات في التربيه، منهم اخر كورس هيتقدم اللي هو كورس ام بتربي لوحدها، وهو مجموعه مرتبطه من مواضيع التربيه المختلفه ومدارس التربيه المختلفه، اللي فصلته مخصوص على كل ام هي شايله هم التربيه لوحدها. مشرفه بتاعتي الجميله حبيبتي نزلت قناه التسجيلات، هتلاقوا عليها كل المحاضرات السابقه، وهتلاقوا قناه اليوتيوب بتاعتي برضو عليها جزء من المحاضرات. هتلاقوا رقم التواصل بتاعي بتاع الواتساب للاشتراك في الكورسات او في الجلسات او في في مؤتمر قريبا لاستشاري التحفيز. مرحبا بكم ان انتم تحضروه. هتلاقي برضو طريقه الحجز والتواصل برضو انا كاتباها على الصفحه عندي. و اخر كورس لايف كوتش للاطفال المراهقين، وهو اول كورس من نوعه بنأهل فيه الامهات او المدرسات او المعلمات او كل من يهتم بمجال الكوتشنج او بيتعامل مع الاطفال والمراهقين، ازاي ان هو يقدر يكون لايف كوتش للاطفال والمراهقين بشهادات معتمده.
فاللي حابب اي حاجه من دي يتفضل ينورني، وهكون مبسوطه جدا بدوت. شكرا جزيلا لكم على وقتكم، هنقفل التسجيل دلوقتي، وجزاكم الله كل خير، وهستقبل اسئله حضراتكم واجاوب عليها.